في يوم تذاكر فيه بسهولة، تحس ان دماغك شغالة، تركيزك عالي وكل حاجة ماشية. وفي يوم تاني نفس المادة، نفس الكتاب، نفس القلم، بس بتحس انك تايه، مش قادر تفتح الصفحة وكل حاجة تقيلة. سألت نفسك قبل كده ليه المذاكرة ساعات سهلة وساعات صعبة؟ ليه مش دايما في نفس الحالة؟ الموضوع مش في المادة ولا في قدراتك، الموضوع في حالتك النفسية والجسدية والنظام اللي بتمشي عليه. اللي بيذاكر بمزاجه عمره ما هيكون ثابت، انما اللي بيذاكر بنظام حتى وهو تعبان هو اللي بينجح بإذن الله. خليني أوضح لك أكتر، المذاكرة مش حاجة بتعتمد على المود، مش لما تبقى رايق تذاكر ولما تتعب تسيب. المذاكرة عادة، ولو حولتها لعادة يومية ثابتة دماغك هتتأقلم حتى لو مش حاسس بالحماس. يعني لو قررت تذاكر كل يوم من الساعة 6 للساعة 7، بعد أسبوع أو 2 دماغك هتدخل تلقائي في وضع التركيز أول ما الساعة تيجي 6. بالظبط كده زي الصلاة، أول ما تسمع الأذان جسمك بيتجهز. ليه؟ علشان دي بقت من الحاجات الثابتة في يومي. لكن طول ما وقت المذاكرة عندك عشوائي، مرة الصبح ومرة بعد العشاء ومرة مش موجود خالص، فدماغك عمرها ما هتدخل في المود بسهولة. كمان في حاجة مهمة، جسمك، هل نمت كويس؟ أكلت حاجة خفيفة ولا تقيلة؟ شربت كفاية؟ في تفاصيل صغيرة جدا بتأثر على تركيزك بشكل كبير. وساعات بنبقى حاسين إن المذاكرة صعبة، بس هي مش كده، هي بس احنا مش عارفين نبدأ. مجرد انك تبدأ تفتح الكتاب تقرأ اول سطر، كل حاجة بعدها بتكون سهلة بإذن الله. بس البداية هي اللي تقيلة، وعلشان تتغلب عليها اعمل جدول بسيط جدا يكون فيه ماذا ومتى والمدة كام. يعني مثلا هراجع درس في الفيزياء من الساعة 5 للساعة 5:30 باستخدام الخرائط الذهنية. الوضوح في الخطة بيقلل التوتر، وبالتالي بتدخل أسرع في المذاكرة وبتحس إنها مش تقيلة زي ما كنت فاكر. وصدقني المذاكرة مش المفروض تكون ممتعة دايما، في أيام هتكون مملة وفي مواد مش بنحبها أصلا، بس اللي يفرق إنك تكمل رغم كل ده، وده اللي اسمه الانضباط. مش دايما هنذاكر واحنا مبسوطين، بس كل مرة هنذاكر واحنا ملتزمين. واهم حاجة تعملها قسم المادة، اللي صعب بيتقسم، ولو قسمتها صح هتتفاجئ انها سهلة جدا بإذن الله. يعني بدل ما تقول هراجع الباب كله، قول هبدأ بأول 3 صفحات وبعدهم شاي وراحة وبعد كده 3 كمان. ولازم تعرف ان التركيز نفسه مهارة، ولو بتضيع بسرعة مش معناها انك فاشل، معناها انك محتاج تمرن دماغك اكتر. ابدأ ب25 دقيقة مذاكرة و5 دقايق راحة، وده اسمه تقنية البومو دورو، فعالة جدا بإذن الله وناس كتير جربتها. وفي الآخر افتكر دايما ان اللي بيفرق بين اللي نجح واللي ما كملش هو ان الأول قرر يكمل حتى في الأيام اللي حس فيها ان كل حاجة صعبة. لو كل مرة حسيت ان المذاكرة تقيلة مشيت شوية هتلاقي نفسك قربت توصل من غير ما تحس. خدها قاعدة، المذاكرة مش دايما سهلة، بس دايما ممكن تتعمل بإذن الله. ابدأ دلوقتي حتى لو مش حاسس انك جاهز، وبعد اسبوع تعالى قول لي فرق معاك قد ايه. انا عبد الرحمن شريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.